بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض شوربة كريمة بالفراخ والمشروم. بجد شوربة حلوة قوي، بتتباع بره غالية جدا جدا. يعني في البيت طبعا في منتهى الجمال، وهنعملها بطريقة ناجحة 100%، وأحلى من اللي بتتباع بره بكتير. بجد يعني ما تتقارنش باللي بتتباع بره، دي أحلى وأطعم وكريمية خالص، وأنا اللي بتحكم في القوام. بس كده، احنا يلا بقى نشوف الطريقة الحلوة دي عملناها ازاي. اول حاجه جبنا حله وحطينا فيها بصلايه ناعمه ناعمه قوي، تمام كده. وحطيت قطع فراخ غسلاها ومصفياها كويس قوي، بانيه. طبعا الكميه تقدري انت تحكميها فيها براحتك. وبشوح البصل مع الفراخ بدون اي ماده دهنيه. لاحظوا ان انا ما حطيتش اي ماده دهنيه. خلاص قلبتها وحسيت انها اتشوحت، اجيب المشروم بتاعي اللي مصفياه ومقطعاه طرنشات، وابدا اشوحه مع البصل والفراخ برضو بدون اي مادة دهنية، واغطي عليهم واسيبهم يستووا شوية. انزل ميته اهو، خلاص كده استووا. مش هياخدوا وقت، يعني 5 دقايق بالظبط. ابدا احط معلقة فلفل اسود ومعلقة اورجانو او زعتر ومعلقة وكيس. يعني انا بحب الماجي الفورية او الفاين فودز الفورية. بحب استخدم الفورية. وخلي بالكم انا ما حطيتش ملح، لان ال يعني المرقه دي فيها ملح، فانا اكتفيت بالملح اللي فيها. انا كده اهو حطيت بعد ما قلبتهم معلقتين دقيق هرميين، معلقتين كبار هرميين، مش اكتر من كده. بس كده. طبعا المعلقتين دول على لتر كامل لبن، فانا هقسم اللبن. هحط كوبايه ونص شوربه، واحط كوبايتين كبار مليانين لبن، تمام كده. واقلب. بس خلاص كده. دي كمية السوائل. طبعا ما حدش يقول الدقيق قليل على السوائل، لا هي مش بشاميل، هي كريمة. وكريمي كده بتبقى يعني شوربة، وبتبقى قوامها كريمي كده. بحط بقى كوباية كريم لباني او كريمة طبخ، تمام كده. علشان كده انا ما حطيتش اي مادة دهنية، يعني انا اكتفيت بالكريمة اللباني دي علشان طبعا ما تبقاش تقيلة قوي. يعني مش هحط في الاول زبدة، واللي عايز يحط براحته، بس انا اكتفيت بالكريمة دي، بتديها غناوة وطعم خطير. طبعا معلقتين الدقيق هي دي مادة الربط معايا. وطبعا كمان كوباية الكريم كريمة لباني هتديها هتقلها. شايفين قوامها بقى تقيل ازاي؟ تحفة طبعا، بس مش هتتقل تبقى بشاميل، هي شوربة. وطعمها حلو قوي. على فكرة الفلفل الاسود والزعتر بيودوها في حتة تانية، بجد الزعتر يعني بيوديها في حتة تانية. طبعا الحاجات السودة دي بتختفي بعد شوية لما بتستوي خالص، اللي هو الزعتر. تمام. بس خلاص بصوا قوامها بجد رهيبة. يعني بتنافس فعلا، بجد بننافس بيها المحلات. حلوة حلوة بجد. أبدأ أغرفها. طعمها حلو قوي. اكتفيت بالمرقه، ما حطيتش ملح، وطبعا زي ما قلت لكم ما حطيتش اي ماده دهنيه غير كريمه الطبخ. خطيره. عايز تعمليها بلبن، بس عايز تعمليها بشوربه وكريمه، تمام. بس انا هكتب لك المقادير بالظبط في صندوق الوصف، بالظبط، عشان تطلع معاكي احلى شوربه. بجد بعد كده لو عملتيها في البيت هتبطلي تشتريها من بره. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.